باب المد والقصر. إن حرف مد قبل همز طولا جد فد ومز خلفا وعن باقي الملا والسط وقيل دونهم نل ثم كل روى فباقيهم أو اشبع ما اتصل للكل عن بعض وقصر المنفصل بالليح من عن خلفهم داع ثمل والبعض للتعظيم عن ذي القصر مد وأزرق إن بعد همز حرف مد مد له وقصر ووسط كنأه فالآن أوتوا إي آمنتم رأى لا عن منون ولا الساكن صح بكلمة أو همز وصل في الأصح وامنع يؤاخذ وبعادا لولا خلف وآلان وإسرائيلا وحرفي اللين قبيل همزتي عنهم ددا ووسطا بكلمتي لا موئلا موؤودة والبعض قد قصر سوآت وبعض خص مد شيء له مع حمزة والبعض مد لحمزة في نفي لا كلام رد وأشبع المد لساكن اللزم ونحو عين فالثلاثة لهم كساكن الوقف وفي اللين يقل طول وأقوى السببين يستقل والمد أولى إن تغير السبب وبقي الأثر أو فقصر أحب.